احتلال مصر. في هذه الكلمة أنا هتكلم عن مصر ليست تاريخ، مصر ليست دولة تاريخية، مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. هكذا قال عميد الأدب العربي الحاصل على جائزة نوبل في السلام وهو نجيب محفوظ. مصر اللي كسرت أحلام الطغاة والغزاة على أبوابها. مش بشوف كده. مصر هي أغنى جيوش العالم بكلام الله سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وبكلامه مرة أخرى إن خير جنود الأرض هي الجنود المصرية. مصر العالم القديم والعالم الحديث، مصر وهج وسراجها المنير، مصر المتجددة عبر التاريخ، مصر في القلوب والعقول وفي الكتب المقدسة السماوية، مصر فجرنا الضاحك وليلنا الساهر، مصر التي مهما قلنا عنها لن نصل إلى ما تستحقه من كلام، إذ هي فوق كل كلام وأكثر من أي وصف. نقول إن مصر لا تشبه إلا مصر. أيها السادة الحضور، بالأمس القريب كنا نحتفل بانتصارات أكتوبر، وهو الانتصار الذي واجهت به مصر الأعداء وعادت إلى حجمها. وهذا الانتصار العظيم حطم الأسطورة التي تكلم عنها العالم وقالوا إن هذا الجيش هو الجيش الذي لا يقهر، وطبعا دي كانت منظومة خاطئة بالنسبة للعالم. مصر هي إمبراطورية كل العالم، مصر قلاع وسلاطين، وكسرت أحلام وملوك لها يصنعون مجدها على حسابها، بل مصر صنعت على عين الله. وأيضا أيها الحضور الكريم، في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ منطقتنا سوف نتحدث عن مقاومة أهلنا في غزة في فلسطين، وهم يواجهون جيشا همجيا ومن خلفه جيوش لا تعرف للإنسانية معنى، جيوشا فقدت قيمها الأخلاقية فأصبحت تقتل الأطفال والنساء. وهذا هو الفساد في الأرض الذي رفضته مصر والذي رفضته الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية. لذلك سوف نتحدث اليوم عن مصر أكتوبر، مصر العبور، مصر الكرامة، وعن فلسطين وغزة والحرب الدائرة فيها. هل غزة واحتلال غزة هو حرب عليها وتحرير فلسطين أم حرب أصلا على مصر؟ ده اللي هيكلمنا بيه سيادة العميد حسن الحبروني. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع هذه الندوه الكريمه والجمع المحترم. انا سعيد ان اكون في وسط هذه القامات العاليه، وهقول سريعا عن اكتوبر واكمل بعد كده على موقفنا في غزه والاحداث الجاريه. اكتوبر كانت يعني حرب فارقه بكل المقاييس، وهي بتدرس حاليا يعني بعد 50 سنه من حرب اكتوبر، هي بتدرس في الاكاديميات العسكريه كلها، باعتبار ان ده احنا كنا قدام مانع مائي مستحيل ان يخترق، بالاضافه لخط بارليف وما تسمعون عنه، وده محتاج عدد من القنابل الذريه او النوويه والكلام ده كله. حكم بفكره بسيطه جدا بتاع